وحشني جدا جدا جدا. عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن الطلاق. طبعا ابغض الحلال عن الطلاق. يعني مش عاوزين حد يتطلق الا اذا اضطرت الظروف، مش متفقين مع بعض، مش مرتاحين مع بعض، الظروف مش عاوزين يكملوا، سواء عندهم ولاد او ما عندهمش. مش شرط، مش عشان عندك ولاد تستحملي القهر والظلم وانت خلاص مفيش نصيب بقى تشوف حياتك ايه، تشوف حياتك سواء عندكم اولاد او لا، بس الاولاد ما تتظلمش. هنتكلم عن الطلاق ولاد الاصول، من غير مشاكل، من غير محاكم، من غير ضرب، من غير خناق، من غير اي بهدله، من غير شتيمه، من غير صوت عالي، بهدوء، بادب، باحترام. زي مين؟ طلاق خالد احمد صالح وعادل إمام. كلنا عارفين بيطلقوا بكل ايه؟ بكل هدوء تام، مفيش اي مشاكل ولا محاكم ولا خناق. ليه؟ لان هو ده طلاق ولاد الاصول، الاتنين من عائلات ولاد اصول، فبيطلقوا بكل ادب واحترام. يا ريت كلكم تبقوا كده، كلنا نبقى كده. لو مفيش توافق اتطلقوا، محدش بيقول لكم كملوا في حياه مش متفقين فيها. مش شرط الراجل وحش ولا الست وحشه، الراجل مية مية وكويس والست مية مية وكويسة، والاتنين مفيش أي مشكلة، ولكن لظرف ما مش عاوزين يكملوا مع بعض، هم أحرار، مش متفقين في ظروف، في أي حاجة. أنا ممكن أجيب طقم واو وغالي وتحفة وعاجبني وأي حد يقول لي الله وغالي جدا، بس أنا مش عاوزة أكمل في الطقم ده، خلاص لبسته شوية والظروف ما مش لايقة عليا، زهقت، مش لايق، مش لايق عليا. كان لايق عليا في الاول، دلوقتي مش لايق. طبعا انا بشبه لكم اللبس والانتريه والحبش والحاجات، لكن الزوج والزوجه مش كده. لظروف ما هم مش عاوزين يكملوا، دي حريه شخصيه وهم احرار، هم او غيرهم. فدي انا بقول لكم مثال، الشخصيتين دول كمثال. ليه في هدوء في الطلاق؟ عشان هم ولاد اصول، ولاد ناس، ولاد عائلات محترمه، اتربوا على ما يبقاش في مشاكل، مفيش ضرب، مفيش خناق، ما ندخلش المحاكم ونفرج الناس علينا، مش احنا اللي نخش المحاكم. عرفتوا؟ فده درس يعلمكم لما يا جماعه ما حد يجي ينفصل، بلاش المشاكل، بلاش الخناقات، بلاش الناس اللي تفرج الناس على بعض ويبقى اسمهم في كل لسان، والزوج والزوجه في المحاكم وايه وايه. عندكم عيال ما عندكمش عيال، اتطلقوا بهدوء، بهدوء، من غير مشاكل. ما تفرجوش الناس عليكم، ما تقعدوش الزوجة تطحن في المحاكم وداخلة وخارجة وأهلها ومحاميين وإيه وإيه، والراجل داخل عشان يدافع عن نفسه المحاكم. ليه؟ الشغل ده بتاع الناس الناس الشلة. ما أقول لكم إيه؟ ما اللي بيدخل محاكم اللي عاوز يطلق مراته بيطلقها بهدوء، هي عاوزة تنفصل بتروح أنا عاوزة أبريك ومش عاوزة أكلم مكمل معاك، حاضر من عينيا، خلاص ما دام مش عاوزة تكملي خلاص. لكن لو في اطفال برضو بيبقى بهدوء وكل ادب، والزوج هو من نفسه بيقول اتفضلي فلوس النفقه، اتفضلي مصاريفهم مدارسهم، وتفضلي الشقه اقعدي فيها، وتفضلي وتفضلي، ان هو ابن اصول مش هيستنى لما مراته اهل مراته يجوا يشتكوه، هو اصلا من نفسه هننفصل خلاص، هننفصل بهدوء، ولادي انا مسؤول منهم، انا ابوهم شايلين اسمي، وهي هتقول له انا خلاص هبريك وشكرا وانت ابن ناس وانت ابو ولادي. ده لو في اطفال، مفيش اطفال هينفصلوا بكل ادب بكل احترام، هي مش عاوزه تكمل هتبريه بكل ادب عند المأذون وخلاص وتمام وخلاص اوكي وبكل ادب، هو مش عاوز يكمل هيطلقها بكل ادب وهيقول لها وتفضلي حقوقك يا بنت الناس وخلاص. ففي كلا الحالات، في كلا الحالات حصل طلاق وانفصال، يبقى بكل ادب بكل اخلاق، مش عاوزين نخش محاكم، مش عاوزين يبقى اسمنا على كل لسان، مش عاوزين الناس تتكلم علينا وتقول دول اللي دخلوا محاكم مرمطة في المحاكم وجوزها بتاع محاكم وهي بتاعت محاكم، مش عاوزين كده. اتعلموا، اتعلموا من الناس دي، دول ولاد عائلات، ولاد اصول متربيين صح، من اسر عريقة، متربيين على القيم وعلى الاخلاق وعلى الادب. يا ريت كل الناس تتعلم، تاخد الامثله دي وتتعلم منها، تتعلم يقلدوهم، قلدوا الناس الحلوه، ليه بتقلدوا الناس الوحشه؟ ليه دايما بتشوف الناس الوحشه
واللي بتضرب بعض وتشد شعر بعض ويرموا عفش بعض من البلكونات ويكسروا عفش بعض ويقعدوا في السنين في المحاكم وتتعلموا منهم؟ ليه ما بتاخدوش الأمثلة الحلوة الجميلة، الأمثلة اللي تشجع أي حد قدوة؟ أنا مش بقول الطلاق قدوة، بس كل الناس ممكن تتطلق، كلنا بنتطلق مرة واتنين وتلاتة. ربنا ما حرمش الطلاق، ولكن قال أبغض الله، يعني ما يكون في سبب اوكي ومش قادرة خلاص تكملي خلاص، أو أنت مش قادر تكمل خلاص. وده ما يعيبش في الراجل أو الست. قلت الطلاق ما يعيبش الطرفين، ممكن الطرفين تعبوا من بعض مش قادرين يكملوا بينفعوا مع ناس تانية عادي، ده ما فيهوش عيب ودي ما فيهاش عيب. ولكن التوافق ما حصلش، النصيب اتقطع، النصيب اتقطع، ربنا خلاص قطع النصيب لهنا، خلاص انتهى الامر، لقد قضي الامر، ربنا قطع النصيب خلاص. بس بنيجي بقى ننفصل النقطة بقى اللي هي دي، بيبقى بكل أدب وبكل احترام وبكل ذوق. والراجل لما الراجل والست لما يجوا يتطلقوا بعد الطلاق، الست ما تعبش في جوزها، سواء خلفتي منه أو ما خلفتيش، انت كنت شايلة في يوم من الأيام اسمه، كنت اسمك على اسمه في يوم من الأيام، فما تعبيش فيه، ما تعبيش فيه خالص. هقولك طب انت اخترتيه ليه؟ ما انت كنت مراته، ما انت زيه بقى، انت آلية الأصل. الراجل كذلك، مخلف منها مش مخلف منها، الست دي كانت شايلة اسمك في يوم من الأيام، فما تعبش فيها، كانت في يوم من الأيام مراتك في أوضتك في سريرك، ما تعبش عليها، ما تتكلمش عليها، الحاجات دي كلها. مش عاوزين الكلام والشتايم والناس تقعد تشتم على بعض والحاجات دي، مش عاوزين الكلام ده. كل الناس الشلق، شغل الشلق، واللي بيقعدوا يشتموا ويتكلموا على بعض، ودي يتكلم على بعض ودي لا، بلاش. عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس.